السلام عليكم. الأكلة الحلوة والنفس الحلو في الأكل لازم يبدأ بخلطة البهارات العربي المشكلة اللي تودي الأكل في حتة تانية وتوصل لسابع الجار. خلونا نسمي بسم الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ونبدأ الوصفة. سمينا بسم الله أصحابي، هنبدأ مع بعض بالمقادير. عندي هنا ريحان زعتر، الريحان اللي هو الزعتر اللي هو الأورجانو اللي بنحطه على البيتزا. معايا ورد محمدي، وعندي هنا شمر وينسون مثل ما انتم شايفين. واهم حاجة في التوابل، اختاري توابل من حد موثوق فيه تكون فريش عشان تديكي نكهة كويسة. المسمار او القرنفل، عندنا اعواد القرفة، عندي هنا الهيل او الحبهان والفلفل الاسود، عندي هنا كمون بس جه عليه شوية كزبرة، وعندي ورق اللورة. وانتبهوا في ورق لورا وفي ورق القرفة بيبقى لونه كده بني شوية مش حلو خالص. عندي هنا مرامية وعندي نجمة اليانسون، عندي كزبرة. وفي العلبة التانية عندي روزماري، عندي ورق جوز الطيب وبلح جوز الطيب، واللي ما يفضله يقدر يستغنى عن جوز الطيب اللي براحتكم. بس الخلطة دي مدروسة، أنا معتمداها من سنوات بمقاديري، وبتخلي الأكل في حتة تانية خالص ولا أجدعها عطار بإذن الله. في عندي بقى شوية توابل مطحونة هنضيفها بعد ما نطحن التوابل الحصى. عندي هنا بصل بودر وتوم بودر، طبعا المقادير كلها هكتبها لك في صندوق الوصف. عندي البهار الحلو اللي هو الكباب الصيني، عندي جنزبيل، عندي فلفل أبيض مطحون، عندي كركم، عندي حوالي 5 حبات من المستكة، وعندي معلقة كبيرة كده من البابريكا. كل المقادير هكتبها لك في صندوق الوصف بالكوب. وعندنا كمان بقى الإضافة اللي هتخلي لك التوابل في حتة تانية خالص. بعد ما بطحنهم كمان هنضيفهم على الحاجات المطحونة. بضيف كيس من مرقة الدجاج الفورية أو معلقة من الملح الصيني اللي هو معزز الطعم، واللي ما يفضل يقدر يستغنى عنه. بس دي إضافات بتنافس أكبر شركات وأكبر عطارين. وهنا بقى إضافة من عندي، باخد بشر برتقالة وبشر ليمونة، ما بوصلش للجزء الأبيض، الجزء بس البرتقالي والأصفر بتاع الليمون، وبجففها. ودي هنطحنها مع الخلطة بتودي يعني الناس كده بتسأل ايه سر الخلطة دي، فيها حاجة تحفة اللهم بارك رهيبة. المهم خلونا بقى نسمي بسم الله كده ونبدأ كده. استعرضنا كل المقادير وهكتبها لك في صندوق الوصف ان شاء الله. هنا هاخد كل المكونات اللي عندي، وطبعا الكمية دي اللهم بارك عطتني من كيلو وربع الكيلو ونص من التوابل المطحونة بعد ما طحنتها. واللهم بارك، انتوا عارفين كيس التوابل النهاردة كده في السوبر ماركت من اي شركة يعني بسعر ومبلغ، وفي الاخر لا ريحة ولا طعم في الاكل. هنا لازم اخد الحاجات دي احمسها حتى اشم ريحتها، اوعي تحرقيها. احنا بس نسخن التوابل عشان الزيوت العطرية بتاعتها تطلع كده وتتنشط وتديكي بقى ريحة تحفة اللهم بارك. طبعا بعد ما بحمسها وسخنت خلاص لازم اسيبها تبرد عشان المطحنة بتاعتك ما تتخربش. هخليها تهدى شوية ونبدأ في الطحن. الناس الجميلة اللي ما صلتش على النبي ولا استغفرت ربنا في التعليقات، استغفروا الله كده وصلوا على الحبيب في التعليقات، وقولوا لنا من أي دولة بتشاهدونا، ولو عندكم خلطة مميزة اكتبوها لنا في التعليقات، كلنا بنستفيد من بعض. هاخد شوية شوية في المطحنة وهبدأ أطحنها. أنا عندي المطحنة بتاعت التوابل التانية اللي هي الهيفي ديوتي دي، بس الحجم بتاعها صغير صراحة، فقلت اشتغل في مطحنة الخلاط الكبيرة عشان انجز بسرعة. طحنت كل المكونات، الريحة بقى مش قادرة اوصفها لكم، رهيبة. هبدأ أضيف عليها الحاجات اللي هي المطحونة وهبدأ أخلط، لأن احنا طبعا لو أضفنا المستكة على النار هتدوب وهتسيح فما ينفعش خالص. والتوابل المطحونة برضو ما ينفعش نحمسها لأن هي أصلا محموسة ومطحونة من اللي انت بتشتري من عنده يعني. هبدأ بقى أخد شوية شوية كده وارجعهم لفة تانية في الخلاط عشان كل المكونات تندمج معاهم. طبعا اضفت قشر البرتقال وقشر الليمون المجفف وطحنته وانا بطحن التوابل. هنا بقى خلاص الريحة مش قادرة، شايفين الكمية اللهم بارك تحفة. برطمانات زجاجية بقى تكون متعقمة ومغسولة، وشايفين عطوني ده برطمان حوالي كيلو الا ربع والبرطمان التاني نص كيلو. اللهم بارك تحفة. لايك وشير، السلام عليكم. طبعا التوابل تنفع لكل الاكلات، طبعا اللي يحب سبايسي يقدر يضيف قرون شطة ويطحنها معاه. لايك وشير، السلام عليكم.